كل حاجة جاية في وقتها. انت بس مشكلتك انك عمال تقارن نفسك بالناس اللي حواليك، وبتبص على الحاجة اللي في ايديهم اللي هي اكيد ناقصة عندك، وشايف الناس من جانب واحد، لكن للأسف مش شايف الجانب التاني اللي عندهم، اللي ممكن يكون في عندهم مشاكل وضغوط وانت ما تعرفهاش. صدقني لو اللي عندهم عندك انت مش هتستحمل، لان ربنا بيوزع الارزاق بالتساوي. حياة اي بني ادم مش شبه حياتك، انت بيبقى ظاهر لك بس منها الجانب الكويس. كل ما هتقارن نفسك بحد كل ما انت كده بتنقص من نفسك حتة. البني ادم اللي بيقارن نفسه بغيره بيوصل لدرجة ان هو بينقص من نفسه كتير جدا وبيتأخر كتير جدا، لانه بيفضل مركز مع الحد ده ومش بيفكر في اي حاجة، ومش بيجدد من نفسه ولا بيطور من نفسه. بيفضل الحد ده اللي هو مركز معاه بيكبر ويكبر ويكبر، وهو للأسف لأنه مركز معاه وبيقلده بيقل 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 وبينقص كتير. نصيحتي ليك، قارن نفسك بنفسك. شوف نفسك زمان كنت ايه ودلوقتي انت وضعك ايه. لو انت زمان كنت كويس حاول تطور من نفسك علشان تبقى زي زمان. لو انت زمان كان ناقصك حاجة حاول تجتهد علشان تعوض الحاجة دي دلوقتي وتطور من نفسك. اتعلم من اللي فات، شوف نفسك كان ناقصك ايه اللي انت اتعلمته. المشاكل اللي قابلتك في حياتك استفدت منها ايه؟ تقدر تغيرها ولا مفيش حل ليها؟ وراجع نفسك في اخطائك وياريت ما تكررهاش، وايه الحاجات اللي اشتغلت على نفسك فيها وقويت نفسك فيها وبقت عندك مركز قوة، وايه النتائج الملموسة اللي قدرت تحققها. لما تقارن نفسك بنفسك كل يوم صدقني الموضوع هيفرق معاك كتير، ووشك ده هينور. دور على نفسك بنفسك.